ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهارده ريفيو جديد عن هاي ديرم لوسيون. اللوسيون ده حجمه 100 مللي. هما كاتبين هنا منظف للجلد ومهدي لحكه الجلد. سبب جايبي ليه من الصيدليه، حجمه 100 مللي، سعره 55 جنيه من الصيدليه. مكوناته هما هنا كاتبين عليه منظف للجلد ومهدي لحكه الجلد. هو انا كنت جايباه من الصيدليه للحساسيه، استعماله يعني كان للحساسيه او لو في حمونيل هو بيلطف شويه. دي مكوناته اكسيد زنك، منتول اللي هو نعناع، زيت زيتون، جليسرين، تيتانيوم دايوكسيد، لانولين. انا حطيت عليه ريفيوهات ان في ناس بتستخدمه بديل للسان سكرين عشان فيه زنك اوكسيد، لان الزنك اوكسيد معروف ان هو بيعمل فوتو بروتكشن، هو والتيتانيوم دايوكسيد. بس الامانه انا ما استخدمتوش او ما اعرفش ايه الريفيو بتاعه عن ان هو يشتغل كسان سكرين بسعر اقتصادي، لان حجمه 100 مللي وسعره 55 جنيه بس. وفي انواع لوشنات يعني بتكون نفس التركيبه بسعر اقل 49، بس ما فيش حد اقل من 49 تقريبا. لو حد يعرف لسيون منظف للجلد او مهدي للحكه او للحمونيل فيه مكونات زنك اوكسيد وتيتانيوم دايوكسيد وزيت زيتون وجليسرين بس بسعر اقل من 55، يكتب لنا في الكومنتات علشان الكل يستفاد. كمان لو حد استخدمه وجاب نتيجه فعلا كفوتو بروتكشن او سان سكرين يكتب لنا برضه في الكومنتات علشان الكل يستفاد. انا زي ما قلت لكم الغرض اللي كنت جايباه ليه ان هو ملطف للجلد، يعني لو حد عنده حساسيه او حمونيل يعني كويس، بس مش بيجيب نتيجه فوريه يعني، بس هو عامه كويس. او ملطف لو حد عنده بيبي لسه التهاب الحفاضات برضه بينفع معاه. هنا كاتبين ملطف للجلد في حالات تهيجات، ويزيل الم الحكه وطفح الجلدي، يساعد في علاج التسلخات والحمونيل والجدري المائي والارتكاريا اللي هو الحزام الناري، يحمي الجلد من عوامل الاكسده زي ما قلنا عشان الزنك اوكسيد والتيتانيوم دايوكسيد، بيلطف من حروق الشمس، مرطب قوي، هو صراحه مرطب قوي، وكمان ملمس خفيف بيمتص بسرعه، هنشوفه مع بعض. هنا يدهن على الاماكن المصابه مرتين في اليوم، وكاتبين بتترج قبل الاستخدام. منتج مصري شركه افانو. هنا المكونات ده شكله من جوه زي ما قلت لكم، هو سعره 55 جنيه من الصيدليه، حجمه 100 مللي. العبوه يعتبر كبيره وحلوه، بتقعد برضو كميه. وزي ما قلت لكم انا كنت جايباها عشان الحساسيه او الحمونيل، بس مؤخرا حضرت عليه ريفيو ان هو بيستخدم كمزيل لرائحه العرق، وكمان كتفتيح للمناطق الحساسه، عشان هو بيحتوي على اكسيد الزنك، واكسيد الزنك معروف عنه ان هو بيفتح وكمان بيزيل رائحه العرق، لكن مش بيمنع افراز العرق، فده بديل امن للديودرنت بسعر اقتصادي 100 مللي ب 55. هي كانت بتقول كده في الريفيو. ده الخامه بتاعته من جوه، هو الفتحه بتاعته جميله وحلوه، بس هي المشكله لما بينشف هنا بيعمل طبقه كانها مطاط كده او جلديه. هنا بيقول لك يرد قبل الاستخدام لما تيجي تاخد منه كميه. هو كده شكله عامل زي اللبن، وتفتيح للمناطق الحساسه. هو شكله كده من جوه كريمي وبيمتص بسرعه على الجلد، يعني اقل كميات. ومع التدليك يعني هو انتوا تحسون ان هو بيسيب طبقه دهنيه، لكن هو لا، مع التدليك بيختفي بسرعه والطبقه الدهنيه دي بتختفي. هو كمزيل لرائحه العرق، هو بيشيل يعني بيقضي على رائحه العرق بس مش تماما. يعني لو حد بيشتغل يوم كامل ومن النوع اللي بيعرق جامد، هو مش هيكمل معاه اليوم كامل، يعني هو اشتغل معايا لغايه نص اليوم. انا من النوع اللي مش بيعرق جامد، فبحط كميه صغيره وبدلك بيها المنطقه بس، فهو بيحمي من الرائحه، يعني بيزيل الريحه، ما بيزيلش يعني ما بيمنعش، يعني هو صحي، فحكايه بيخلي العرق يتفرز عادي. بس انا علشان بشرتي مش بتتعرق كتير فبحط كميه صغيره بس، مش بيكمل معايا اليوم، هو اخره نص يوم. لكن من ناحيه ان هو بيعمل تفتيح، هو لا، حرفيا مع الاستخدام بيفتح المناطق الحساسه جدا. وزي ما قلت لكم هو مش بيمنع رائحه العرق 100% لمده يوم كامل، او لو حد بشرته شديده التعرق او بيتعرق جامد هيمشي معاه، بس مش اليوم كامل، نص اليوم. انا مجربتش الصراحه احط كميه كبيره منه ويفضل، هل هيفضل معايا طول اليوم؟ انا بحط كميه صغيره بس علشان انا بشرتي من النوع اللي مش بيتعرق جامد، ومش عشان كده مش بستخدم ديودرنت علشان الحاجات دي بتتعبني، فبحط منه كميه بسيطه جدا بس ما بيقعدش معايا يوم كامل. يعني لو شغاله يوم كامل ما بيقعدش معايا، هو اخره نص يوم، 3/4 يوم بس، وبعدين بتظهر تبان ريحه، بس مش ريحه قويه يعني كاني اي حد مش حاطط حاجه، لا، الريحه بتكون بس خفيفه يعني ومش بتكون نفاذه. لكن هو في حكايه التفتيح المناطق الحساسه لا، بيفتح جامد الصراحه وخطير مع الاستخدام. هو مش من اول مره هيفتح، بس مع الاستخدام المستمر لا، هتلاقي في فرق في التفتيح. لو كان في غمقان بسيط نتيجه سوء استخدام ديودرنت او مزيلات الشعر، لا، هتلاقيه جاب نتيجه وفتح المنطقه، بس ده مع الاستخدام. لكن بالنسبه للتعرق هو يعني اللي عاجبني فيه ان هو مكوناته طبيعيه، يعني امن على الاطفال، هو اساسا بيستخدم لالتهابات الحفاضات، يعني ينفع للاطفال. وكمان مش بيمنع خالص ان العرق يتفرز، ودي حاجه مهمه خالص جدا جدا لازم تتاكدي منها، ان الديودرنت او المزيل اللي بتستخدميه هو بيمنع الرائحه بس، لكن ما بيمنعش افراز العرق، فدي حاجه حلوه ليه. وكمان التفتيح هو خطير، بس مع الاستخدام المستمر مش هتشوفي النتيجه على طول، يعني من اول مره استخدام لا، مع الاستخدام المستمر ممكن اسبوع، اسبوعين، شهر كده، يعني هتلاحظي فرق يعني لو كان عندك غمقان بسيط هيروح، بس هو مش بيفتح يعني مش زي كلمات التفتيح، بس بيجيب نتيجه مع الوقت. كمان بس فاللي عجبني فيه ان هو 100 مللي، يعني بيقعد فتره طويله، وعشان انا بستخدم كميات صغيره خالص خالص، فده يعتبر بالنسبه لي اقتصادي. وسعره 55. هو في انواع تانية تقريبا ب 49 او اقل، بس انا ما جربتهاش الصراحه. لو حد يعرف لوشن نفس المكونات دي طبيعيه ونفس الخامه دي بتمتص بسرعه ومش بتسيب ملمس دهني وبتدي ترطيب ومكوناته طبيعيه اللي ما فيهاش اي كيميكالز، وسعره اقل من 55، اكتب لنا في الكومنتات عشان الكل يستفاد. ولو في اي استفسار لاي حد اكتبوا لي في الكومنتات تحت، وان شاء الله هرد على الكل. يعني
وانا بنصح اي حد بيستخدم ديودرنت مش طبي ونفسه في حاجه طبيه وسعرها اقتصادي وتقعد معاه فترات طويله، يعني ده ممكن يقعد معايا سنين. يشتري اللوشن ده اسمه هايدر من الصيدليه ب 55 جنيه، حجمه 100 مللي، هيقعد معاه فتره طويله وكمان هيكون فعال. بس انا زي ما قلت لكم ان هو مش بيقعد يوم كامل، محتاج يتجدد، يعني ممكن ياخد نص اليوم، 3/4 يوم، لكن يوم كامل لا. وبيفات نتيجه في التفتيح، بيجيب نتيجه في التفتيح، بس مع الاستخدام وعلى يعني فترات طويله، يعني مثلا اسبوع، اسبوعين، شهر، هتلاحظي بفرق. وكمان هو حلو خالص في الحساسيه بتاعه الجلد، استخدميه مرتين لو عندك حكه او احمرار، كويس برضه بس مش بيجيب نتيجه فوريه. لو انت نوع بشرتك مش بيتعرق جامد ونفسك تجيبي حاجه طبيه، انصحك تجيبي ده 100 مللي، وهيقعد معاكي فترات طويله. ولو انت بشرتك بتتعرق جامد وبتقعدي فترات يعني مش طويله او مش يوم كامل شغل، هاتيه، بس حاولي تزودي الكميه بتاعته. لكن لو انت مش بتتعرقي جامد ما تزوديش الكميه علشان ما يسدش المسام، حطي كميه صغيره بس. فهو بيشيل الريحه، ده الكلام ده صحيح، بيفتح مع الاستخدام صح. لكن لو حد بيشتغل يوم كامل، هو اخره نص يوم او 3/4 يوم، لكن ما بيقعدش طول اليوم. ويعني اخر اليوم هتحسي في ريحه بس خفيفه، يعني هي مش قويه جدا كانك ما حطيتيش حاجه، بس هيكون في ريحه بس خفيفه، لكن هو مش بيمنع الريحه تماما لو حد شغال يوم كامل. وصراحه ما جربتوش، لو زودت الكميه هيبقى في ريحه ولا هيقضي على الريحه نهائي، لان انا مش بفضل ازود اي كميه، لان لو زودت الكميه انا بتعب، بحس يعني الحراره بتتحبس جوايا. انا كنت جايباه من الصيدلية ب55 جنيه، وحاليا هو سعره غلي بقى ب60 جنيه. آه، فجربت يعني بعد فترة من التجريب فيه، هو بيفتح الأماكن الحساسة كويس جدا جدا. لكن حكاية ان هو بيشتغل كديودرنت او بيشيل رائحة العرق، ده ما بيحصلش نهائي نهائي. فانا انصح اي حد عايزة تجيبيه كتفتيح او مساعد في تفتيح المناطق الحساسة، تمام هاتيه. لكن لو هتجيبيه كانتي ديودرنت او مزيل للعرق، لا ما تجيبوهوش خالص نهائي، لان هو حرفيا مش بيشيل رائحة العرق. يعني في الصيف هتحسي كأنك محطتيش حاجة. كمان لو انت من النوع اللي بيعرق جامد وبتبذلي مجهود او من اقل مجهود بيبقى عندك كمية عرق كبيرة، لا هتحسيه ما بيزيلش رائحة عرق ولا كأنك حاطة اي حاجة نهائي. ده كان ريفيو عن لوشن هايدرم، بديل للديودرنت، بديل طبي امن للديودرنت. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، وكمان استنوني تابعوا معايا واستنوني في الفيديوهات الجايه. في مكون من العطار ب5 جنيه بس، مزيل للرائحه، وهو ده اللي بيكمل طول اليوم. فاستنوني في الفيديوهات الجايه، هعمل لكم ريفيو مفصل كامل عنه. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير علشان الكل يستفاد، وتابعوني في الفيديوهات الجايه. سلام.